السلام عليكم متابعينا الكرام، اتمنى ان تكونوا بخير على خير. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله ماشي قصه، ماشي شي حاجه، ولكن الفيديو ديال اليوم صراحه الله جد صادم اللي غادي ندوي عليه. واحد الشخص اللي مقتضى العمر، الاسم ديالو بدر، اللي كيسكن حاليا في الدار البيضاء، مدينه الدار البيضاء، اللي مات مغدور. حاليا كلشي كيعرفوا، نسبه كبيره اللي كتعرف هذا الشاب. صراحه الله كان كيقرا في مسلك الدكتوراه. كما كان في واحد الليله مشى مع اصدقاء ديالو واحد القهوه. كما قالت الاخت ديالو في احد المنابر الاعلاميه، مشى يسلم على اصدقاء ديالو حيتاش غيسافروا من المغرب حتى لفرنسا. وصراحه الله كما قالوا واحد جوج دريات كانوا في عين المكان بالضبط تيقولوا راه عطاه كروشي وشافوا كلشي داكشي، جميع الاحداث اللي وقع بيناتهم واحد الحادث اللي هو خفيف، ومر بعده مستويات الى وصل لواحد المستوى اللي هو صراحه الله صعيب. ومن بعد هذاك المجرم اللي كيقول عليه عدد كبير من المنابر الاعلاميه بانه ابن الفشوش، لذلك قتلوه بواحد الطريقه اللي هي بشعه، ضربوه في راسو، وباقي ما بردش قلبو. مشات الطوموبيل ديالو جا مكسيري، ردح فيه، ضربو على الراس ديالو بالرويضه، يا ربي السلامه، وباقي ما بردش قلبو. هذا الانسان قلبه مثل الحجر، ولكن الحجر باقي راه كيتنفجر منه الماء الى اخره. هذا وصف لنا الله سبحانه وتعالى. رجع عليه بطريقه اللي هي وحشانيه، صراحه الله. مات شاب مقتضى العمر في الدكتوراه، مسلك الدكتوراه. كان غادي نستافدوا منه حنا كدوله، غادي نستافدوا من الخبره ديالو وبزاف ديال التجارب اللي داز منهم هذا الشاب، وباقي في مقتضى العمر. تخيل معايا شاب عنده 20 عام، ويلا الوالدين ديالو باغيين يحتفلوا به كذا الى اخره، يلا ولا شاب كذلك يلا غادي يهز عليهم واحد شويه ديال الحمل ديال الدنيا وفي الاخر كي يسمعوا الخبر بانه مات الابن ديالهم بواحد الطريقه اللي هي وحشانيه. وفي نفس الصدد كتقول الاخت ديالو في احدى المنابر الاعلاميه ما عنده حتى شي مشاكل مع حتى شي واحد. اذا هذا الشاب او هذا الشخص اللي قتلوه، هذا الحيوان، كنتمنوا من السلطات، كل ثقه فيكم يا سلطات سيد الحموشي، تاخذوا حقنا في هذا الوحش. بغينا فيه بغينا صراحة الله بغينا عقاب اللي يتلائم به ويتلائم بهذه الجريمة، باش يكون عبرة للآخر، باش ما يقومش بهذه الجريمة. ماشي انت يباك لاباس عليك باش تمشي تضرب واحد اللي فقير ما عنده حتى شي حاجة. هادشي راه ما كاينش. حنا قانون واحد اللي فوقنا، وكل شيء قانون. هذاك القانون كله كيتسلط على جميع الشعب. بينما الله الحمد لله الدوله ديالنا دوله حريه، دوله لذلك ان شاء الله باذن الله كنتمنوا منه اشد العقوبات. لذلك اخواننا الافاضل، المقطع سلا، ولذلك في النهايه نترحموا على ذاك الشاب، الله يرحمه، وكذلك الله يرزق والديه الصبر والسلوان. هذو هما دعواتنا خالصه من القلب الى القلب. متابعينا الكرام، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، وإذا أنال إعجابكم لا تنسوا الاشتراك، تعليق، جيم، لأن هذه بارتي اللي كديروها بالضبط كتساعدني بواحد الطريقة اللي هي غير مباشرة باش ننمي القدرات ديالي، باش نزيد نعطي 100%. بون كوراج ونهاركم مبروك.